السلام عليكم ورحمة الله. اخواتي وحبايبي، تعالى نتكلم في الفضيحة بتاعت منتخب مصر او بتاعت منتخبات مصر وعن اللي بيحصل. انا عايز اعرف بس، هو احنا رحنا ليه؟ بجد نفسي حد يطلع يجاوبنا على السؤال ده. رحنا عشان خاطر السبوبة، يعني عشان خاطر فيها لقمة عيش حلوة، فيها قرشين حلوين فاحنا رحنا نشارك، ولا رحنا عشان نفرج الناس علينا؟ يا جماعة عيب وربنا من المنظر اللي احنا شفناه امبارح ده. والله عيب وما يصح ان منتخب مصر يبقى بالمنظر ده في البطولة كلها، هو مش في الماتش امبارح بس. بس هو امبارح اللي يعني ايه عتمها صح، يعني زي ما بيقولوا كده، قفلها صح. ايه ده يا كابتن هاني؟ إيه الاختيارات اللي انت واخدها دي؟ وايه الشكل ده؟ وايه اللعيبة دي؟ ومين رايح على فين ومين جاي عند مين ومين بيواصل مين، واللعيبة تايهة واللعيبة مسنة وشكل مزري، وبقينا هلهولة البطولة. ده الأردن بتلعبنا ب 11 بديل ولا ب8 بدلة من عندها على 3 من الفريق الأساسي، على قلة أدب كانت بتحصل امبارح فينا. ايه اللي بيحصل ده؟ يا جماعة والله العظيم عيب. يعني يعني طب ما نبطل كورة، يعني ما هو يعني نسهل المواضيع على بعض، نقفل اللعبة ونبطل، ويا جماعة احنا حلوين كده وبنلعب مع بعض في الدوري المصري. خناقاتنا معروفة مع بعض، وتحيزاتنا وحكامنا وفارنا، وهي بسلطاتنا بابا غنوجنا وحلو على كده. بدل ما نطلع بره وفضايح وقلة أدب بقى، وفي المؤتمر الصحفي ده يرميها على ده وده يرميها على ده. كابتن حلمي يقول لك موقفوش الدوري، واصل ما مدونيش اللعيبه، واصل كابتن هاني ما جابني قبلها بشهرين وما كانش لاقي مدرب، فقال لي بقى كابتن حلمي ايه، تعالى انت درب عشان ما عندناش حد يدرب، وهنجيب مدرب نديله قرشين ليه وانت موجود، وانت طالع تقول هو ما باخدش فلوس وما طلبتش حاجه من المنتخب وبتاع. زيتنا في دقيقنا كابتن حلمي، وكده كده انت راجل في اللجنه الفنيه، فتعالى سوق. يا عم انا مش فاضي دلوقتي، او عندي مشاكل مع الراجل اللي ماسك المنتخب الاساسي، اللي هو المنتخب الاول كابتن حسام حسن، وما بنتكلمش في بعض ومقطعين في فروه بعض ومهدين بعض على الفضائيات وفي الملاعب وشاتمين بعض وقله ادب، وما بينا وصلنا للحداد مش هينفع، لا تعالى بس وبتاع عادي يا عم، بطوله على قد كده بس ايه، خد لك كام لاعب كده 11 12 لاعب معاك كده وتوكل على الله، يعني قد المهمه دي وتعالى. طب وبعدين؟ والناس اللي بتحرق دمها، ما هي دي متعتنا اللي في الحياه. يعني دي متعه الناس اللي هي ما عندهاش حاجه تانية في الحياه متعه غير هي دي كره القدم. فلما كل شويه بمنتخب بقى الصغير، بمنتخب الناشئين، بمنتخب الاولمبي، كل منتخب يطلع يحرق دمنا. طب هو ايه؟ حرام عليكم يعني. والمشكله ان كل المسؤولين اصلا ما عندهمش حته ان هو اهتمام ان هو يطلع يبرر لك او يطلع يقول لك حقك علينا او الغلطه كانت فين او هنطور او هنعمل. يا عم سيبهم يهروا مع بعض، هيهروا يومين ثلاثه والناس تطلع تتكلم في الفضائيات ويطلعوا يتكلموا في الفيديوهات والسوشيال ميديا ويفكوا عن نفسهم وخلاص. يا عم عدى وفات، ما تشغلش بالك، سيبهم يتكلموا. انت اصلا مقتنع ان في حد مهتم للناس اللي بتتكلم؟ يعني هو من بعد الماتش مفيش يوتيوبر ما اتكلمش، ومفيش برنامج ما اتكلمش، ومفيش حد ليه في الكوره ما اتكلمش. بس انت يعني يعني مقتنع او معتقد ان في مسؤول هيشغل دماغه ولا فرق معاه؟ عادي خلاص تعودوا. اذا كان احنا اتعودنا، احنا خلاص جنسنا نحس، يعني عارفين اللي بيحصل. يعني هنا بريدة احنا طبعا فاكرين فتح كاس العالم معاه، والخروج يعني المهين بتاع كاس العالم معاه، واستقالته واللي حصل ومش عارف ايه، ورجعنا جبناه تاني. فانت منتظر ايه يا جماعه؟ يعني انا نفسي اسال الناس اللي هي، نفسي اعرف هما بيجيبوهم على اساس ايه، يعني مين اللي بينتخبهم او مين اللي بيجيب الناس المسؤوله عن اتحاد الكوره او المسؤولين عن الرياضه في مصر بشكل عام. يعني ايه هي الشروط اللي بيختاروا بيها المسؤول ده، او المميزات اللي بيختاروا بيها المسؤول ده؟ ان هو فشل قبل كده فاحنا جايبينه تاني، ان هو فضحنا قبل كده فاحنا بنجيبه تاني. يا جماعه يعني انت لك ان تتخيل ان اصلا الجهاز الفني عصام الحضري ده ساب المنتخب قبل كده ومش عشان يروح يدرب منتخب سوريا عشان كان فيه قرشين حلوين، فانت رجعت جبته تاني. منتخب بلده سابه ومشي عشان خاطر قرشين، فانت راجع تجيبه تاني. انت متخيل العقليه؟ كابتن حلمي طول ما بيكلمش كابتن حسام حسن، وبينهم مصانع الحداد والدنيا كلها عارفه كابتن هاني بريده راح جابه يشتغل، فبالتالي الاتنين مفيش تنسيق بينهم، الاتنين مفيش تواصل الاتنين بيعاندوا في بعض، مش مفيش بس تواصل بينهم. يعني لو كابتن حلمي عاوز لاعب كابتن حسام بياخده، ان شاء الله هيقعدوا احتياطي معاه. يعني هياخدوا معاه كاس افريقيا وهيقعدوا احتياطي، انا هاخده مش هخليك تاخده عشان اطلعك شكلك وحش في الاخر. كابتن حسام ما تديله لعيبه من اللي انت هتقعدها احتياطي. انت معاك كام لعيب اصلا لسه راجعين يشموا نفسهم،
زي فتوح وامام عاشور وغيرهم كتير. عندك في الدوري المصري زي ناصر ماهر، وفي لعيبه محمد شحاته، عندك لعيبه كتير قوي. انتوا عندكم لعيبه كتير قوي يا جماعه. انت عندك في الدوري السنه دي 21 فريق، مش عارف تختار منهم 18 لعيب تروح بيهم كاس العرب. راح واخد قفشه والسوليه والنني. انت رايح تعمل ايه بدول؟ يعني دول كان نص ملعب ما يعملوش حاجه يا كابتن. يعني مش عايز اقول كلمه والله خارجه يعني. احتراما برضك للناس دي انها برضك كان في مسيرتها ليها يعني. بس حاليا خلاص يا كابتن حلمي، يعني الناس دي خلاص بطلت كوره اصلا. الناس دي بتلعب دلوقتي تلم قرشين. قفشه تايه مع الاهلي، مش عارف هو رايح فين اصلا، ما بيلعبش. ولما بيلعب بينزل يتوه زي ما انت كنت شايفه امبارح كده، عمال يكلم ده ويكلم ده ويقول لهم هي الكوره فين. فاهم انت؟ اديني الكوره، اي حد اديني الكوره. هو مش لاقي حاجه، مش عارف مش عارفين، مش فاهمين بعض، ما لعبوش مع بعض قبل كده. اللعيبه امبارح كلها ميدو جابر عمال كل ما الكوره تجي ويقع، تحس ان هو ماشي على عكازين. قفشه تايه مش لاقي الكوره. النني لما نزل راح يتخانق مع الجمهور عشان الجمهور بيقول لهم لعيبه عالة وعايزين رجاله. طب ما حقيقي ما احنا عايزين رجاله يا جماعه. حرقة دم وحرقة اعصاب وقله ادب ومهزله وشكل مصر بقى. يعني منتخب بقى يعني فقد هيبته وبقى هلهوله وسط الفرق العربيه اللي كانت موجوده. انت مجموعتك لو جيت تتكلم فيها، انت بتلعب مع الامارات والكويت والاردن. انت كاس العرب اللي فات، انت الاردن دي مديها ثلاثه. الكويت دي انت لو لعبتها بنفس التشكيل انت لعبته كاس العرب اللي فات، انت لو لعبتها بتشكيل بيراميدز ولا تشكيل اهلي بس ولا تشكيل الزمالك حاليا بس، مش شايلها من اي نادي. لو لعبتها بتشكيل اي نادي مصري، لو لعبتها بتشكيل سيراميكا، فريق سيراميكا كده خدته زي ما هو ورحت لعبت بيه كاس العرب، والله هتأدي احسن من كده. انت لو كنت بس خدت مصري بورسعيد، روح خد فريق مصري بورسعيد على بعضه، ما تعملش اي حاجه، خده وروح العب بكاس العرب، هتطلع شكلك حلو عن كده. على الاقل اللعبه تبقى فاهمه بعض ولاقيه بعض. هو انت ولا عندك فنيات ولا عندك لعيبه ولا عندك دوري ولا عندك ناس. الموضوع كله بقى يعني قله ادب وملوش اي لازمه يتعمل. بطلوها وقفلوا اتحاد الكوره وحلوه كده وطيبه، لان اللي هيحصل ده هو برضك هو اللي هيحصل في كاس الامم الافريقيه. وهفكرك وارجع للفيديو ده تاني بعد كاس الامم الافريقيه وبعد الفضيحه اللي هيعملها حسام حسن وهيسيب المنتخب فيها. وانا والله الموضوع مضحك، الموضوع بقى مضحك خلاص يعني. بالنسبه لي الموضوع مضحك. اللي هو يعني احمد الكاس بالمنتخب الناشئين نفس الحكايه، اسامه نبيه نفس الحكايه، حلمي طولان نفس الحكايه. حسام حسن يروح افريقيا وهيطلع وبشكله بردك وحش ومن غير اداء ومن غير اي حاجه ومن غير يعني تقديم اي منظر لمنتخب مصر. وهتبقى نفس النتيجه وهيبقى نفس الكلام وهتبقى نفس البرامج الرياضيه ونفس التحاليل ونفس البحث عن هو احنا بنعمل ايه. يعني الاردن اتقدمت في الكوره، المغرب بسم الله ما شاء الله في الكوره، كل الفرق العربيه اتقدمت في الكوره، كل الناس حطت سيستم، كل الناس ماشيه على طريق صح. احنا ماشيين بالفهلوه. بقول لك ايه، تعالى انت هات دول وخد دول ويمشي بدول وقضيها اليومين دول وفي الاخر ان شاء الله ربنا هيكرم. انتوا 11 وهم 11 وفي الاخر برضك احنا رجاله وهنقف وقفه رجاله. فاهمني؟ فالموضوع بقى مضحك يا جماعه. الكوره بقت دلوقتي علم ودراسه وفنيات وفي تكنولوجيا في الموضوع وفي محللين اداء وفي ما بقتش فهلوه. ما بقتش تعالى انت خد دول معاك وهاتوا دول معاكوا وانتوا كده حبايب في بعض، فانت ممكن في الاخر تجيب لنا 11 لعيبه رجاله وهي كلها في الملعب بتبقى جدعه فيلا بينا. فيجي جايب لي النني وجايب لي السوليه وقفشه وغنام وفاهمني وميدو كابر والناس دي الطيبه الحلوه دي. فاهمني؟ انتوا يلا بينا، يلا يا رجاله انزلوا واعملوا اللي عليكم. في خطه؟ لا مفيش خطه، انتوا تعملوا اللي عليكم. طب في اي تكتيك؟ لا. انت دربنا مع بعض قبل كده؟ لا مش مهم. انتوا مش كلكم بتلعبوا كوره يا جماعه؟ دي كوره مش طايره، ما تخافش. انا عايز بس تبقى النتيجه زي ما انت شفت كده. مفيش كوره، هو مفيش لعيبه، هو مفيش اي حاجه. فيعني كتر خير الدنيا اللي انت شلت 3-0 بس من الاردن، اللي انت لسه مديها اللي هي عمرها في حياتها في تاريخ الكوره كله من يوم ما الكوره اتعملت لحد النهارده الاردن ما كسبتكش. اول ما تكسبك تديك 3 بالبدله. انت متخيل انت؟ والله يا جماعه انا زهقت وتعبت ويعني كتر خير الدنيا اصلا ان انا اتكلمت عشان الموضوع خلاص صعب والله، حرق الدم. والسلام عليكم.